السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمته فهو أرحم الراحمين. لا يزال الحديث متصلا على أصول رواية الإمام قالون عن نافع المدني من طريق الشاطبية، وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى المجلس السابق إلى باب الهمزتين من كلمة. باب الهمزتين من كلمة. طيب، الآن سنأخذ بإذن الله مبحثا هو متصل بالهمزتين من كلمة، وهذا المبحث يتعلق بالاستفهام المكرر. الاستفهام المكرر عند قالون. ما معنى الاستفهام المكرر؟ هذا نجده مبحثا وبابا عند جميع القراء. طيب، أن نقول أن هناك استفهاما مكررا يعني أن هناك ألفاظا في كتاب الله تعالى تكرر فيها لفظ الاستفهام بصيغة الهمزتين المفتوحة فالمكسورة. المفتوحة فالمكسورة. وقد ورد ذلك في 11 موضعا في 9 سور قرأ فيها قالون بالاستفهام. ما معنى الاستفهام؟ أي أن يدخل همزة قطع مفتوحة على الفعل أو على الكلمة، فقرأ فيها قالون بالاستفهام بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. هذا في الموضع الأول. أي هنا سأجد استفهام قلنا مكرر، يعني سيتكرر معنا مرتين. فهذا الاستفهام يكون بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وهذا في الموضع الأول من التكرار. ثم يخبر. عند الإخبار لن يدخل همزة قطع مفتوحة حتى يأتي بالسؤال، لن يستفهم هنا، بل سيخبر بهمزة واحدة مكسورة في الموضع الثاني. وهذا كما قلنا في 11 موضعا في 9 سور. سيتبين لنا الكلام إن شاء الله بالأمثلة. مثلا في سورة الرعد. في سورة الرعد قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. يقرأ حفص مثلا: أإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. ولكن قالون يقرأ الموضع الأول الآن قلنا يقرأه بالاستفهام، أي سيدخل همزة القطع هذه فتصبح إذا.
هي قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، ولكن سيدخل هنا همزة الاستفهام فتصبح إذا، سأكتبها هكذا، إذا كنا ترابا. ثم الثانية فإنا لفي خلق جديد، فإنا لفي خلق جديد، هذا الأصل عند حفص. ولكن قالون قلنا مرة معنا الآن، قلنا هو يستفهم في الموضع الأول، هذا الاستفهام يكون في الموضع الأول، والإخبار يكون في الموضع الثاني. الموضع الثاني يأتي بالإخبار، أي يحذف همزة الاستفهام. فيقرأ هكذا قالون، وسيطبق مذهبه بطبيعة الحال، لأن عندما يدخل همزة الاستفهام هذه أصل همزة قطع مفتوحة، وبعدها تكون عندنا همزة أخرى، وهي قلنا همزتين، الأولى مكسورة عفوا مفتوحة، والثانية مكسورة هكذا. عندما التقت هنا همزة قطع قالون سيطبق مذهبه، وهو التسهيل بالإدخال، والتسهيل هذا سيكون بين الهمزة والياء لأنها قلنا مكسورة. فنأخذ هذا الآن مثال الذي معنا في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا. الكلمة الأولى أإذا قلنا سيأتي بألف الفصل هذه، ثم يسهل فيقول هكذا أإذا أإذا. نعيد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا أإذا، هكذا. هذا بالنسبة للأولى، مثلما قلنا في المثال أئنكم، وقلنا نعم على مذهبه سيطبق مذهبه، ولذلك نحن أتينا بهذا المبحث في باب الهمزتين من كلمة. فيقرأ كما قلنا الآن مطبقا مذهبه بألف الفصل الإدخال مع تسهيل الهمزة الثانية. هذه الهمزة الثانية هي مكسورة، فسيسهلها بين الهمزة وبين الياء، فيقول أإذا 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 كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هذه الثانية. ولكن قالوا قلنا سيأتي بالإخبار في الموضع الثاني، يعني لن يقول أإنا، سيقول إنا، هكذا. هذا خبر إنا لفي خلق جديد، ليس بسؤال ليس باستفهام، بل هو هنا خبر. فيكون كما قلنا خلاصة القول الآن استفهام في الأولى في السؤال الأول، ثم إخبار في الموضع الثاني. أما كما قلنا حفص مثلا يقرأ أإذا في الأولى سيقرأها الآن واضح إن شاء الله، الأولى يقرأها بالاستفهام والثانية مستفهم أيضا مستفهما فيها، ولذلك هو يسمى هذا المبحث بالاستفهام المكرر، يستفهم الأولى والثانية. يقول أإذا أإن أإذا أإن، هذه همزة القطع التي دخلت على الكلمة كانت الاستفهام. أما قالون فيستفهم في الأولى فقط، نعم في المرتين. أما قالون فيستفهم في الأولى ويخبر في الثانية. إذا لم يكن استفهام كان خبرا، فكلام إنشاء أو خبر. فهنا قال أإذا إن، فيقرأ هكذا الآية كلها وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. نعيد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. طيب نأخذ الموضع الموالي، وهذا نجده في سورة الإسراء. وفي سورة الإسراء نجد موضعان اثنان،
أو موضعين اثنين. الموضع الأول في قوله تعالى وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، فيطبق مذهبه قالون ويأتي بالاستفهام في الموضع الأول والإخبار في الثاني، ويقرأ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. الموضع الموالي في سورة إسراء نفس الشيء، لن أعيد الكلام مرة أخرى لأننا شرحنا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. نأخذ المثال الذي بعده في سورة المؤمنون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. هذه الآن معنا 4 مواضع. ثم المواضع البقية معنا نحن قلنا 11 موضع، يبقى معي 7 مواضع أخرى. موضع آخر في سورة السجدة، وهذا في قوله تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا في خلق جديد. يقرأوا قالون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. سورة الصافات فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. يقرأوا هكذا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. الموضع الثاني في سورة الصفات أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. موضع سورة الواقعة وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. هذا موضع سورة الواقعة. ويبقى معي موضع سورة النازعات، وهو في قوله تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. ولذلك نحن قلنا من بداية الكلام أن هذا الاستفهام المكرر إما أن يكون في آية واحدة أو في آيتين. أما في آيتين فهذا في سورة النازعات تجدوه هكذا، ودائما يبقى في مبحث الاستفهام المكرر. طيب نواصل. في موضع سورة النازعات قال تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. هذه هي المواضع التي يأتي فيها الإمام قالون بالاستفهام في الموضع الأول والإخبار في الثاني. أخذنا 4 والآن هذه معي 5 أخرى هكذا، فصار عندي في المجموع 9 ونحن قلنا 11 موضعا. طيب
طيب كيف يقرأ الإمام قالون إذا بقية المواضع؟ هذه تعد من المستثنيات عنده، هذه تعد من المستثنيات عنده. والاستثناء في هذه الحالة شد عن القاعدة، فأخبر فيه الموضع هذا وموضعين هما، أخبر في الأولى واستفهم في الثانية، أي هنا أتى بالعكس. الأولى المواضع الأخرى 9 مواضع كان الإمام قالون يقرأ بالاستفهام في الموضع الأول والإخبار في الثاني، ولكن هناك موضعان اثنان، موضع في سورة النمل وآخر في سورة العنكبوت، أتى قالون بخلاف القاعدة الأولى، فأخبر في الأولى الموضع الأول واستفهم في الموضع الثاني. فقرأ في سورة النمل قال هكذا: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. ولم يقرأ إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون، بل استفهم في الثاني وأخبر في الأول. أعيد: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. والموضع الثاني في سورة العنكبوت، وذلك في قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. وكذلك هنا أتى الإمام قالون باستفهام المكرر في آيتين مثل مرة. طيب نأخذ الآن الشريحة الأخيرة في درس اليوم بإذن الله فيكم بارك الله، وهي فوائد وتنبيهات ننتبه لهذه. وهي إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فلنا حالتان. إما أن تكون همزة الوصل هذه مفتوحة، وذلك قد ورد في كتاب الله تعالى في 3 مواضع: الذكرين، الله، الآن. وحينها عندنا في همزة الوصل وجهان. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أن نقول همزة الوصل هذه مفتوحة. هي همزة الوصل المعلوم أنها تكون ساكنة، ولكن عندما نقول مفتوحة يقصد بها هنا البدء بها، فنحن نقول عند البدء نقول هكذا: الذكرين. ففتحت هذه الهمزة، أتيت بها همزة طبعا مفتوحة عند البدء، مثل الحمد لله رب العالمين، هي همزة وصل، ولكن عند البدء أقول هكذا الحمد، فآتي بهمزة قطعا مفتوحة. طيب قلنا إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، أي كلمة الذكرين هذه دخلت عليها هنا همزة قطعا، همزة الاستفهام، فصار الذكرين للاستفهام، الذكرين أو الله أو كذلك الآن. هذا إذا دخلت قلنا همزة الاستفهام، إذا دخلت همزة الاستفهام. طيب حينها عندنا في همزة الوصل عندما دخلت عليها همزة الاستفهام وجهان لجميع القراء. جميع القراء يقرؤون بوجهين اثنين. أما الوجه الأول وهو المقدم أداء أن أبدل همزة الوصل هذه ألفا مادية مع الإشباع، أن أبدلها ألفا مادية مع الإشباع، وهو الوجه المقدم. يعني هي في 3 كلمات قلنا: الذكرين، الله، الآن. الذكرين وردت في سورة الأنعام،
الله ورد في سورة يونس وفي سورة النمل. الآن موضعي سورة يونس. فأقرأ هكذا في الذكرين. الذكرين حرم أم الأنثيين، سورة أنعام. الله خير أما تشركون، سورة النمل. الله خير أما يشركون. وسورة يونس عفوا فيها الآن. فأقرأ هكذا، سأقرأ لحفظ الآن، فأقول الآن هكذا. وكذلك قالون، فقد قلنا أن هذه الأوجه لجميع القراء. قلنا سأسهلها بين الهمزة والألف، همزة الوصل هذا في الوجه الثاني. فأقرأ هكذا الذكرين دون إدخال، أي لا أقول الذكرين. فأقرأ هكذا، أعيد الذكرين الثانية. الله، كلمة الآن أقرأ هكذا الآن. هذا بالتسهيل. ويزاد وجه ثالث لمن نقل الحركة. فهناك من نقل الحركة. ما معنى نقل الحركة هو أصلا؟ نعم. الآن هكذا. هناك ما يسمى بنقل حركة الهمزة. ما معنى نقل حركة الهمزة؟ أي أن أنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وهذا سنأخذه أيضا بالتفصيل إن شاء الله، ولكن الآن نحتاج هذه المسألة فقط. النقل هو يقصد به نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. الآن الهمزة هنا هذه مفتوحة وقبلها ساكن وهو حرف اللام، فسأنقل حركة الهمزة هذه أي الفتحة هذه سأنقلها إلى اللام قبلها فتصبح هكذا آلان، وأحذفها بطبيعة الحال. عندما أنقل حركتها سأستغني عنها الآن فتصبح اللام مفتوحة فتصبح آلان هكذا. واضح؟ هذا نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. أنا أريد الآن أن أشرح حركة هذا مسألة النقل، هذه نقل الحركة. قلنا ويزاد وجه ثالث لمن نقل الحركة. ما معنى نقل الحركة؟ نقل الحركة يعني أن أنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهذه نجدها مثلا عند ورش. سأستعمل الآن رواية أخرى حتى أشرح. مثلا ورش يقول مثلا السماء والأرض، هو الذي خلق مثلا السماوات والأرض، مثلا السماوات والأرض يقرأ هكذا هو الذي خلق السماوات والأرض وأصلها هي الأرض، فالهمزة مفتوحة. نقل ورش عند قراءته حركة الفتحة هذه إلى اللام قبلها فصارت والأرض هكذا. فهذا يعد نقل. النقل هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. هذا يضبط، تحفظ هذه. النقل يقصد به نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. أعيد الآن، لذلك وضعت سكونا على حرف اللام وبعدها همزة قطع مفتوحة الآن. الهمزة الأولى همزة استفهام لا نتكلم عنها أصلا، نحن نتكلم عن الثانية هذه التي في آخر هذه، فهي مفتوحة فنقلت هذه الفتحة نقلتها إلى ما قبلها فصارت آلان وتحذف الهمزة لأنني نقلت حركتها فصارت بدون حركة أصلا، والآن لن أقرأ بها فقرأت هكذا آلان صارت هكذا. طيب
في هذه الكلمة فقط، في الآن فقط. كيف سنزيد هذا الوجه؟ قلنا لمن نقل الحركة. عندما نقول نافع يقصد به قالون وورش، هو نافع قالون وورش نقل الحركة الذي هم الآن قالون، نحن نتكلم عن قالون. فقالون نقل الحركة أيضا هنا في كلمة الآن، فقرأها آلان كما قلنا الآن، آلان 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 هكذا. في هذه الحالة سيأتي قالون بالإبدال مع القصر. الإبدال في ماذا؟ في همزة الوصل، كل الكلام على همزة الوصل. يعني عنده يقرأ هكذا قالون الآن، سأحوصل الكلام كله ولخصه. يقرأ الآن الآن بالتسهيل. والثاني سيقرأ قلنا بالإبدال مع القصر، عفوا سيقرأ بالإبدال مع القصر، فيقرأ هكذا آلان أعيد 3 أوجه، لأن قالون ينقل الحركة هنا. أعيدها بالترتيب حتى نضبط مسألة. يعني يمكنها ألف مادية مع الإشباع، وهو ينقل الحركة قلنا، فسيقرأ هكذا آلان مع النقل، دائما النقل موجود، ثم آلان بالتسهيل. والثالثة الإبدال مع القصر، فيقرأ آلان هكذا، يزيد وجه الثالث. وقلنا هنا لمن نقل الحركة نافع وابن وردان، وابن وردان هو راوي الإمام أبو جعفر فقط للذكر هنا للعلم بشيء، ولكن لا يدخل مع الكلام. آخر الكلام سنختم به إن شاء الله، وهو قلنا الأولى أن تكون همزة الوصل مفتوحة. ونختم الكلام الآن على إذا كانت همزة الوصل الآن مكسورة، قلنا إما أن تكون مفتوحة همزة الوصل أو مكسورة. فإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المكسورة هذه حينها تحذف، وهذا لجميع القراء أيضا. أي يعرض أن أقول مثلا في قوله تعالى اتخذتم من دونه، لا أقول هكذا اتخذتم، هذه همزة الوصل بدأنا بها، فأقول اتخذتم. مثلا نجد قالون يقرأ فيما بعد اتخذتم بالإدغام، ستأتي معنا إن شاء الله. ولكن الذي يهمنا الآن حذف همزة الوصل هذه إذا دخلت عليها همزة الاستفهام وكانت همزة الوصل مكسورة. كذلك افترى على الله كذبا، لا نقول افترى بل نقول افترى هكذا. وهذا الحكم لجميع القراء بإسقاط همزة الوصل رسما ولفظا. نسأل الله تعالى في خلال مجلسنا هذا أن يتقبل منا، وأن يحفظنا من كل سوء، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يزدنا علما، وأن يحفظنا بجوده وعفوه وفضله، وأن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل التقصير والمعاصي والذنوب. نسألك اللهم أن تجمع شملنا على كلمة الحق، وأن توحد صفوفنا، وتثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم